قبل ما تليفونك خلاص يفصل هخليه دلوقتي يبعت سيجنالز او اشارات لاخر مكان كان فيه، عشان لو لا قدر الله تليفونك اتسرق ولا حاجه. عشان تشغل بقى الموضوع ده على موبايلك، دوس على صورتك اللي فوق في اعدادات تليفونك ودوس على فايند ماي، بعدها فايند ماي ايفون، وشغل اخر اختيار تحت سند لاست لوكيشن. كده التليفون اتبرمج انه اول ما يحس انه هيفصل يبعت الموقع بتاعه على طول للشركه. ولو فعلا موبايلك اتسرق وعايز ترجعه، ادخل على جوجل واكتب فايند ماي ايفون ودخل الاي كلاود بتاعك، وساعتها هتعرف تليفونك مكانه فين بالظبط لو متصل بالانترنت. وحتى لو مش متصل بالانترنت هيجيب لك اخر مكان كان فيه، وهي دي الميزه اللي شغلناها من شويه. بس لو انت صاحي بقى بجد، ما تديش فرصه للحرامي اصلا انه يقفل النت من على تليفونك اول ما يسرقه. هو عشان يقفل النت من على التليفون هينزل الكنترول سنتر او مركز التحكم عشان يقفل النت، صح؟ انا بقى خليك سبب بخطوه، وهنبرمج التليفون تاني دلوقتي ان محدش يقدر ينزل الكنترول سنتر الا لما يتعرف على وشك من خلال الفيس اي دي او بصمه صباعك. بص بقى، ادخل على اعدادات تاني معلش، واختار فيس اي دي اند باس كود، وانزل تحت لحد ما تلاقي الحاجات اللي اي حد ممكن يستخدمها والتليفون مقفول، واقفل منها اختيار الكنترول سنتر او مركز التحكم. وتعالى نجرب ننزل الكنترول سنتر والتليفون مقفول ونشوف هيحصل ايه. انسى، مهما عملت مش هتعرف توصل للكنترول سنتر الا لما التليفون يتعرف على وشك. وفي ابديت iOS 17 اللي هينزل كمان شهر هينزلوا فيه ميزه ان حتى مش هتقدر تقفل التليفون الا لما يتعرف على وشك الاول. فحاول تحافظ على موبايلك، الله يبارك لك في الشهرين الجايين دول بس.